كلنا كأمهات مرينا بالموقف ده. البس هدومك ولا كأنك قلتي حاجة، اقفل التلفزيون يرد كمان شوية، امسح بقك يضحك ويهرب، وتبدأي تفكري هو بيتجاهلني ولا مش بيسمعني ولا هو بيتمرد ولا أنا اللي مش عارفة أوصله. في الحلقة دي هنجاوب على السؤال ده، ليه الطفل ما بيسمعش الكلام، وهنعرف نعدل السلوك ده من غير عصبية ولا تهديد ولا صراخ. دعاء بتحكي وبتقول إن هي عندها ولد اسمه مالك عنده 4 سنين. مالك دايما بيلعب بصوت عالي، بيرفس، بيكركر، ما بيسمعش أي طلب. دعاء كانت بتكرر الكلام أكتر من 5 مرات، وساعات تعلي صوتها وساعات تعاقبه وساعات تسيبه، وفي الآخر مفيش فايدة، مالك ما بيسمعش الكلام. لكن بعد شوية لاحظت وفهمت. دعاء اكتشفت حاجة مهمة جدا، مالك ما كانش بيطنش، مالك ما كانش قادر يركز في الكلام وهو بيلعب، وده خلى دعاء تغير أسلوبها بالكامل، وكانت النتيجة مذهلة. ليه الأطفال مش بيسمعوا الكلام؟ أولاً انشغالهم باللعب. الطفل لما بيكون مندمج في لعبة دماغه مش بتستقبل أي أوامر خارجية، فأنتي بتحسي إنه بيتجاهلك وهو ببساطة مش سامعك فعلاً. كتر التعليمات في وقت قصير، بمعنى إنك بتقوليله اقفل التلفزيون، لم اللعب، اغسل إيديك، البس الجزمة، كلهم في جملة واحدة. الطفل بيتلخبط وما بينفذش أي حاجة. نبرة الصوت بتأثر فيه، لو بتتكلمي بسرعة أو بصوت عالي جدا الطفل ممكن يتوتر أو يتجاهل الكلام كدفاع ذاتي. رابع حاجة إنه بيجرب حدودك. من سن 3 سنين ل7 سنين الطفل بيحب يجرب. طب لو قلت لا ماما هتعمل ايه؟ بيختبرك مش بيعندك. آخر حاجة، مفيش نظام ثابت. الطفل بيبقى محتار، مرة بتزعقي، مرة بتسكتيله، ومرة بتديله حاجة علشان يسكت، وده بيخلي مفيش قاعدة واضحة. أبدأ إزاي أخليه يسمع الكلام؟ انزلي لمستواه وتواصلي معاه بعينيه. قبل ما تقوليله أي حاجة انزلي لعينيه وبصيله في عينه وقوليله عايزاك تعمل حاجة بسيطة. الاتصال البصري بيزود تركيزه 200%. قوليله جملة واحدة بسيطة، يلا نلبس الجزمة. ما تقوليلوش لو ما لبستش الجزمة هنتأخر ومش هنلحق ومش هتخرج. كل ما قللت الكلام زاد الانتباه. اختاري توقيت مناسب. لو قاعد بيتفرج على كرتون ما ينفعش تطلبي منه يسيبه فجأة. روحيله اقعدي جنبه وقوليله قدامك دقيقتين تقفل الكرتون وتقوم نحضر العشاء. خليكي قريبة واديله تحذير لطيف. ثبتي القواعد والتزمي بيها، مثلا وقت النوم الساعة 8 مش 8 ونص. كل يوم نفس الميعاد ونفس الأسلوب. الروتين بيريح الطفل وبيخليه يعرف ايه المطلوب. اختاري له بديل مش أمر. بدل ما تقولي اقفل التلفزيون حالا قولي تحب تقفل التلفزيون انت ولا انا. الاختيارات بتخليه يحس انه مشارك مش مأمور. لما الطفل بيرفض يسمع الكلام اعمل ايه؟ ما تعمليش دراما، هو مش عدوك. ما تتصرفيش كأنها معركة كرامة. خدي نفس وافتكري ان الهدف مش انك تنفذ الامر بالعافية، لا، الهدف انه يتعلم يسمع الكلام بإرادته. اديله مهلة، قوليله معاك 3 دقايق تلم اللعب، بعدها هدخل اشيلهم بنفسي وهيختفوا لبكرة. بعدها فعليا نفذي اللي قلتيه. نفذي العواقب مش العقاب. لو ما نفذتيش شيلي الحاجة اللي مأخره بس بهدوء ومن غير تهزيء. مثلا لو رفض يلبس قولي له تمام هنروح من غير لبس خروج. لو اتحركت هناك هيعرف ان الموضوع جدي. دماغ الطفل بتحب التكرار، الروتين، الالعاب، القصص. استغليهم. لو بتخليه يلبس وهو بيلعب او تقولي له قصه وهو بيغسل وشه هيبقى بيسمع الكلام وهو مبسوط. حولي دايما الاوامر للعبه. يلا نشوف مين هيلم لعب اكتر. تقدر تلبس البنطلون قبل ما اعدي لرقم 10. هنعمل تحدي مين هيجهز اسرع. كل لما لعبتيها زاد الحماسه وقل التوتر. قصه قبل النوم. في قصة آدم اللي مش بيسمع الكلام. كان في ولد بيقول لأ على طول ومش بيسمع ماما. في يوم جري في الشارع من غير ما يسمع كلامها واتخض من عربية. بعدها بدأ يفهم إن ماما مش بتأمره، ماما بتحميه. احكي له القصة دي وخليه يحكيها تاني بصوت. تجنبي الحاجات دي. اولا الزعيق والصريخ. كل ما صرختي كل ما ودانه اتقفلت اكتر. التهديدات الكتير، هتشوف هعمل فيك ايه، هتنام من غير عشاء. التهديد بيخوفه بس ما بيعلمش وبيخلي علاقتكم مبنيه على الرعب. المقارنه. بص صاحبك بيسمع الكلام ازاي. المقارنه بتكسر نفسه وما بتغيرش السلوك. اعملي جدول المهام. الصبح غسلت سنيني، لبست هدومي، لميت سريري. كل مهمه عليها ستيكر او نجمه، واللي بيكمل يومه بياخد حضن كبير او قصه قبل النوم او خروجه بسيطه. انا مش عايزه ابني يسمع الكلام عشان خايف، انا عايزاه يسمع كلامي لانه واثق اني بحبه وبفهمه وبحميه.